الخطوبة على العريس ولا على العروسة؟ هل العريس ينفع يشارك العروسة في الخطوبة؟ وينفع العروسة تشيل مع العريس في الدخلة؟ أسئلة كتير حول إن العريس ينفع يشارك العروسة في الخطوبة ويقاسمها الفرح في الخطوبة، والعروسة ينفع تشارك معاه برضو في الدخلة، ولا كل واحد يشيل فرحه لوحده. الخطوبة فكرة مشروع فاشل وملهاش لازمة. ليه بقى؟ مصاريف على الفاضي. أيوة والله مصاريف على الفاضي فعلا. فرضنا لا قدر الله بعد الشر يعني الخطوبة ما كملتش، الفرح بيروح والتصوير بيروح والسيشن وكل حاجة بتروح علينا. طب في الحالة دي مين اللي بيخسر، العريس ولا العروسة لو الخطوبة لا قدر الله ما كملتش؟ في الحالة دي هقولك الاتنين يا ست الكل، الاتنين بيخسروا. حتى لو العروسة كانت شايلة الخطوبة كلها، اهل العروسة طبعا كانوا شايلين الفرح كله في الخطوبة. طب ما العريس بيتكلف سيشن وميك اب ارتست علشان العروسة تتمكيج، وبيتكلف كمان ايجار فستان والبدلة بتاعته. طيب يا ندى، انت عامله الفيديو وما جاوبتيش على السؤال بتاعه اللي هو الفرح الخطوبه على العروسه ولا على العريس. يا جماعه الكلام ده بيكون بالاتفاق بين اهل العريس واهل العروسه في قعده الاتفاق اللي هتقروا فيها الفاتحه. الفرح ممكن يتعمل من النص ما بين اهل العريس واهل العروسه، وفي الحالات دي العروسه ممكن تشيل مع العريس الفرح في الدخله، ممكن تشيل النص برضو على حسب الاتفاق، او ان العروسه تتحمل الخطوبه كلها وهو العريس يشيل الفرح بتاعه في الاخر. طب هي الخطوبه معموله ليه اصلا؟ عشان نعمل فرح ونعرف ام هشام ان بنتنا اتخطبت؟ لا طبعا يا ست الكل. الخطوبه دي عباره عن فتره كده في عمر الولد والبنت بيقدروا يتعرفوا فيها على بعض، بيقدروا يفهموا كلام بعض من كتر الزيارات. لما بيجي مثلا بيت اهلها يقعد معاها شويه بيتكلموا مع بعض وبيفهموا اكتر دماغ بعض علشان يقدروا يعرفوا هيكملوا مع بعض الحياة الأبدية اللي احنا هنخش فيها ولا لا. ده أولا. تاني حاجة برضو فترة ما بين تجهيزات العريس والعروسة، طبعا أهلها بيجهزوها جهاز بياخدوا وقت فيه، ففترة الخطوبة بتكون فترة ان هما يقدروا يخلصوا فيه جهازها، بتكون طبعا محددة بفترة ما في الاتفاق طبعا، والعريس نفس الحكاية برضو يقدر ان هو يخلص حاجته ويجهز شقته. فيبقى الافضل لينا ايه؟ ان احنا نعمل حاجة على الضيق كده بين اهل العريس، باباه ومامته واخواته، واهل العروسة. ممكن تجيبي 2 من اصحابك عادي مفيش مشكلة. بس مش معنى كده يا ست الكل ان انا بقولك ما تفرحيش ببنتك، لا انا بقولك افرحي بيها وكل حاجة، بس اقتصدي في المصاريف شوية عشان الحاج